فيما يتعلق بالجارة إسبانيا، يعني وما شهدناه خلال الأيام الأخيرة المقبلة من توتر العلاقات بين الرباط ومدريد، هل سيؤثر هذا التوتر على هذا النموذج أو على هذه العلاقات التجارية، خاصة أن إسبانيا يعني شريك تجاري كبير مع المملكة المغربية؟ شوف، المشكلة التي حدثت يعني هي مشكلة عابرة. أعتقد أن الدبلوماسية المغربية لديها القدرة والحنكة أن هي تحتوي أي نوع من هذا المشاكل، لأن ليست مشكلة دائمة. وطبعا لن ينسى أحد أن إسبانيا دولة محتلة، تحتل سبتة وميليليا، وستخرج عاجلا أم آجلا، وهي عملية جراحية 8 دقائق تخرج إسبانيا من سبتة وميليليا في 8 دقائق بعملية جراحية عاجلة يعني. والمغرب لديه القدرة، ولكن أعتقد أنهم لهم توقيتهم المحدد لإجراء مثل هذه العمليات الجراحية. أما مسألة المصالح المشتركة، أو إسبانيا شريك تجاري، إسبانيا عضو في الاتحاد الأوروبي وهي الجار الأقرب إلى المغرب. المغرب هنا لديه دور كبير. لا، أنا لا أعول على الدور الإسباني هنا في الشراكة، لكن أعول على الدور المغربي. ماذا ستفعل المملكة المغربية؟ ده دور المخطط الاستراتيجي المغربي اللي بيخطط جيوسياسي وجيوستراتيجي، وموجودة هذه العقول، ولكن يجب أن يتم تهيئة المناخ لوجودها للعمل داخل المغرب، وهم مغاربة، وتهيئة المناخ اللي يساعدهم على النجاح. بمعنى، ما هي المصالح التي تخلقها المملكة المغربية لجلب شركاء دوليين وفتح مجالات وأفق أعلى للاستثمار؟ لأنه إحنا خلينا نتكلم بوضوح. العالم الجديد بيتشكل، الثورة الصناعية الرابعة لن ترحم أحد، وبالتالي لابد أن تلحق المملكة بالثورة الصناعية الرابعة بأي شكل، حتى وإن كانت لم تلحق بالثورة الصناعية الثالثة أو لحقت جزء منها. وبالتالي نحن أمام كيف سنخلق فرص استثمارية، كيف سنخلق مصالح مع الآخرين. العالم لا يحب ولا يكره، العالم يفهم لغة المصالح. إذن هنا ما هو الملف الذي تعده الإدارة الاستراتيجية تخطط تخطيط استراتيجي للمملكة المغربية لجلب شركاء دوليين ولخلق مصالح مع هؤلاء الشركاء. هنا أستطيع أن أقول لك إذا أعد هذا الملف بنجاح، فرنسا ستأتي كشريك، لن تدعم لفظيا فقط. إسبانيا ستأتي كشريك، الكل يأتي ليحقق مصالحه، وليس لا نريد لأحد أن يساندنا لفظيا، نريد شركاء حقيقيين، ولكن العمل يعتمد علينا نحن. ما هي الملفات التي سنعدها لجلب الشركاء الدوليين؟ نعم، عن هؤلاء الشركاء الدوليين والمانحين الدوليين أيضا، وعن طريقة التمويل سأتحدث معك سيد محمد فكرت. برأيك يعني هذا النموذج التنموي المغربي الطموح إلى في حدود عام 2035 كيف سيتم تمويله؟ نعم، شكرا على السؤال. على أي حال، بالنسبة لفرنسا هي تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين للبلاد ديالنا، والمغرب كان دائما شريك اللي هو رزين ومخلص وكيحترم الالتزامات ديالو. على الأقل أنا اللي كنشوف في الجانب الاقتصادي، بحكم أنني رئيس شركة، عندنا تعامل قوي مع شركاء في فرنسا وفي أوروبا بصفة عامة وأمريكا ومناطق أخرى. ولكن المغرب وفرنسا لديهما دور مهم جدا يجب أن يلعباه. المغرب يعتبر من أكبر وأحسن البوابات نحو إفريقيا من الناحية الاقتصادية، مع السياسة اللي قام بها صاحب جلالة نصره الله، اللي أعطى واحد دفعة قوية إلى التوجه نحو إفريقيا. وإفريقيا فيها مؤهلات كبيرة جدا، وكاين حاليا شركات وفاعلين اقتصاديين مغاربة اللي قاموا باستثمارات كبيرة في إفريقيا، ويمكن يكون هناك ربط علاقات أقوى وأكثر مع الشركاء ديالنا في فرنسا خاصة ودول أخرى. بالنسبة للتمويل، هو مجال مهم جدا، لأن لا يكفي فقط أن نضع مؤشرات عالية من ناحية ديال الطموح ديالنا، لكن لازم أن نفكر في طريقة تمويلهم والوصول إلى هذه الأهداف. ولهذا فالبلد ديالنا ما بين الاختيارات اللي اقترحناها في النموذج التنموي الجديد أن تكون هناك محور خاص بتحفيز خلق قطب مالي كبير. ولدينا حاليا اللبنات الأولى ديالها، مثلا في مدينة الدار البيضاء كاين CFC
كازابلانكا فاينانس سيتي اللي وضعت عدة آليات مؤسساتية، وكاين هناك شركات اللي انخرطت فيها مغربية وخارجية اللي كتخلق واحد المناخ اللي كيشجع على ضر التمويلات من الخارج. وبالطبع الازدهار ديال الاقتصاد الوطني بنفسه غادي يخلق لنا واحد الدورة اقتصادية من الناحية ديال الضرائب ومن الناحية ديال المساهمة ديال الفاعلين في بناء المشاريع والأهداف اللي كنطمحوا لها جميعا، والجهويه الموسعه كذلك اللي كتعطي واحد الدور خاص للمدبرين المحليين اللي لديهم كذلك مجموعه من الامكانيات الماليه والماديه. وزياده على هذا كاين ما يسمى بالقطاع الثالث اللي هو القطاع ديال ديال الاقتصاد الاجتماعي المسؤول اللي كيمكن يوظف ويعبأ آليات ديال التمويل من طرف الخواص. الفكرة واضحة سيد. فكرة ألكسندر كاتب يعني المغرب يتوق إلى الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة، الدول النامية عبر هذا النوع من الاستراتيجيات. وكنا قد تحدثنا هنا في هذا الاستوديو مع دكتور محمد الألفي عن هذه الرؤية، رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بعد 5 سنوات على إنجازها. يعني بعد 5 سنوات الآن على هذا النموذج وهذا التقرير للنموذج التنموي في المغرب، ماذا يمكن أن نتوقع بعد 5 سنوات الآن في تطبيق هذا النوع من المقترحات؟ يعني فيما يخص رؤية 2030 في المملكة السعودية، فهناك بعض النتائج الإيجابية، وهي مثلا مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي التي ارتفعت بنسبة كبيرة. وهناك أيضا إصلاحات في الميدان الضريبي مثلا، فهناك كانت المملكة تعتمد بصفة يعني كبيرة على ضرائب من النفط، واليوم فهناك ضرائب وجبنات أخرى، وهناك تنويع في يعني الموارد المالية، وأيضا في المنظومة التنموية. مثلا هناك صندوق الاستثمار العمومي الذي تم يعني إحداثه من طرف يعني يعني ولي العهد محمد بن سلمان. ونرى في المغرب أن هناك يعني مشروع مثلا مع سوق الاستثمار محمد السادس الذي يعني تم إحداثه في العام السابق، والذي يمكن أن يمول وأن يمكن أن يوجه بعض الموارد المالية الوطنية والدولية إلى هذه المشاريع الجديدة. فهذا التغيير في الرؤية وفي المنظومة التنموية والشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العمومي أيضا. نعم محمد، في داخل هذا النموذج التنموي في المغرب، داخل هذا التصور هناك أيضا يعني استثمارات ويعني تصور أيضا لهذا النموذج داخل مناطق جنوب المملكة المغربية، مناطق متنازع عليها. هل يحق للمغرب أن يتصور أو أن يستثمر في هذا النوع من المناطق؟ أولا اسمح لي أتحفظ على كلمة المتنازع عليها. دي أرضنا ودي أرض المملكة المغربية، مفيش حاجة متنازع عليها تحت السيادة المغربية كاملة. عشان بس تبقى الأمور يبقى أنا كلامي واضح. من حق المغرب أن يستثمر، أن ينقب عن الثروات طبيعية ومعدنية ومحجرية، ويقوم بمسح سيزمي في الصحراء وفي المياه كاملة، لأن هذه أرضه، ومن حقه أن ينشئ عليها مشروعات ويجلب عليها استثمارات كما يشاء. الأمر هنا ليس لا نناقش من حقه أو لا، من حقه كاملا طبعا يعني، ولكن يجب مسألة الإسراع في التنمية. أنا دايما مشكلتي هي مشكلة الوقت. المغرب لديه علاقات قوية جدا مع شركاء دوليين خارج المملكة، ولكن زي ما قلت أخلق ملف استراتيجي يعني يجذب الاستثمارات. المناطق دي محتاجة ملفات جاهزة، وأعتقد خبراء المغاربة عندهم قدرة على العمل ده بسرعة كبيرة، ولكن تبقى مشكلة التطبيق. كيف أقوم بالتنمية؟ كيف أجذب شركاء؟ العالم يتحرك على المصالح، لا يفهم إلا لغة المصالح. اليوم
الامر في جنوب المغرب امر مهم جدا لصالح الدولة الوطنية المغربية، يجب أن نهتم به بشكل كبير، وفي اهتمام من عقود، يعني عشان يعني لا نبخس الإدارات السابقة حقها، سواء حكومات أو مخططين أو كذا. في تنمية كبيرة في الجنوب بشكل كبير، لكن أنا دائما يعني لدي طمع وطموح في التنمية، لأن التنمية معناه استقرار، التنمية معناه فرص عمل، التنمية معناه ارتفاع للناتج القومي المحلي، التنمية معناه ثقة المؤسسات الدولية. تستطيع اليوم أنك، يعني أنا أتمنى أن في النموذج إذا كنا بنتكلم على رقم محدد للناتج القومي المغربي اليوم، على سبيل المثال، ليس رقم مش فيكسد فيجر، يعني لو بنتكلم ان الناتج القومي 120 مليار، طيب انا بعد 5 سنوات عاوز اوصل لكام؟ عاوز اوصل للناتج القومي 140 160 5 سنوات. خلي الرؤيه كما هي 2030 2035 كما تشاء، لكن انا عاوز ارقام محدده. في التقرير ناقش مساله الثقه في القضاء. في التقرير في الملخص بتاعه كمؤثر على جلب الاستثمارات الأجنبية طبعا أيضا. لأنه دائما لدينا مشكلة، هي في دول كثيرة، يعني في الدول المنطقة العربية، هي مشكلة الترسانة التشريعية والقوانين التي أحيانا تكون معوق للاستثمار. وأعتقد أن في وتكفل أيضا حقوق المستثمرين سواء كانوا أجانب أو محليين. من أهم النقاط في هذا التقرير هي مسألة مناقشة القوانين المعوقة للاستثمار، إعادة الثقة إلى القضاء.